هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في صوت المنتدى. أنا أمال علي أحييكم في هذا المساء وأرافقكم على مدى ساعة لمساء هذا اليوم السبت 21 من فبراير. في ساعة هذا المساء نستمع إلى آخر الأخبار من مصادرنا في الداخل. يلي بعد ذلك تعليق بعنوان الاستبداد نظرية كاملة وعقلية ماكرة وآليات كاسرة بقلم الزميل الأستاذ محمد علي موسى. يقدم لنا بعد ذلك زميلنا جمال عثمان هماد فقرته اليوم بعنوان التخطيط للسكن ومكافحة البناء العشوائي. بعد ذلك تتابعون تقرير عن مجموعة التحقيق الدولية حول مسائل الصومال وإريتريا. كالعادة هناك العديد من الفقرات الموسيقية المنوعة في ساعة هذا المساء. أتمنى لكم وفريق البرنامج ساعة طيبة وأهلا بكم. والنجود هناك خلف الثلة وتومض الحدود، هناك خلف الثلة وتومض الحدود. إريتريا 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 السهول والنجود، جبالها تخفو على صدر الهوى، جبالها تخفو على صدر الهوى، ونسمة تتيه في الوريد. أمانة الشهيد أمانة الشهيد
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مفوضية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إريتريا تبدأ رحلة عمل في إثيوبيا وجيبوتي منذ 16 من فبراير الحالي. استمرار عصابات الرشيدة في عمليات الإتجار باللاجئين الإريتريين. السلطات الأمنية تعتقل 17 فردا من أقارب وأصدقاء الصحفيين المنشقين عن نظام أسمرا. ومقتل الطالبة بالمركز الوطني للتدريب المهني في ساوا. تفاصيل الأخبار. أوضح الموقع الرسمي لمفوضية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إريتريا بأن المفوضية تواصل منذ 16 وحتى 27 من فبراير الجاري برامج عقد لقاءات وأخذ شهادات من اللاجئين الإريتريين في كل من جيبوتي وإثيوبيا في إطار تحرياتها حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل إريتريا. وتعد هذه الزيارة استمرارا لزيارة عمل قامت بها المفوضية الدولية في مناطق تواجد اللاجئين الإريتريين بكثرة، حيث زارت كل من إيطاليا وسويسرا وبريطانيا مسجلة شهادات اللاجئين الإريتريين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا. يذكر أن المفوضية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمهام التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا كونت في يونيو من عام 2014 وتضم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإريتريا السيدة شيلا كيثاروس وعضوية 3 خبراء في القانون الإنساني وحقوق الإنسان. وستقدم هذه المفوضية تقريرها حول حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو من عام 2015 إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم سيقدم التقرير في شكله النهائي في سبتمبر عام 2015 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن الحكومة الإريترية لم تستجب لطلبات هذه المفوضية في زيارة إريتريا، ويتوقع المراقبون أن عملية كشف وتعرية انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا تدفع المجتمع الدولي لبحث حلول للحد من حالة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في إريتريا. أكدت مصادر إذاعة المنتدى من مدينة تسناي أن بعض الإريتريين فروا هاربين من قهر وتعسف النظام الحاكم في إريتريا وهم في طريقهم إلى السودان بهدف اللجوء وتسجيل أسمائهم في معسكر اللاجئين بوادي شريفي. قد اعترضتهم عصابات الرشايد المنخرطة ومنذ فترة في الإتجار باللاجئين الإريتريين واقتادتهم عنوة إلى مدينة حلفا القديمة بالمحافظة الشمالية للسودان، وذلك يوم الخميس 12 من فبراير الجاري. وعلمت مصادر المنتدى أن عصابات الرشايدة طلبت من كل فرد دفع مبلغ 10,000 دولار أمريكي أو 600,000 نقفة مقابل إطلاق سراحه، وإلى حين إحضار هذا المبلغ المالي تعذبهم نفسيا وجسديا وتذيقهم صنوفا من أبشع وسائل الأذى الجسدي وإذلال الكرامة الإنسانية. وقد علمت مصادر المنتدى أن من بين ضحايا عصابات الإتجار بالبشر السيد إسحاق تسفلدت الذي كان مختطفا لمدة 12 عاما من قبل العصابة الحاكمة في إريتريا وأطلق سراحه في مطلع هذا العام 2015، وفور إطلاق سراحه هيأ نفسه للخروج من إريتريا التي تحولت في ظل الحكومة الديكتاتورية إلى سجن كبير للمواطنين، إلا أنه وجد نفسه قد هرب من عصابة النظام ليقع في أيدي عصابات رشيدة. هذا وتشير مصادرنا من خلال الاتصال مع شقيق إسحاق تسفلدت في الخرطوم أن الوضع النفسي والصحي للمختطفين حرج للغاية، وذلك جراء التعذيب والتهديد والوعيد الذي يقع عليهم من العصابات الإجرامية، خاصة وأنها قد هددتهم ببيع أعضائهم الجسدية إذ لم يتمكنوا من إحضار المبالغ التي طلبوها ودفعها في أقرب وقت. وعبر كذلك شقيق المختطف إسحاق تسفلدت لمصادر المنتدى عن قلقه حيال مصير أخيه، فالمبلغ الذي طالبت به العصابة الإجرامية يفوق قدراته وقدرات أسرته وأقاربه، كما أعرب عن دهشته وامتعاضه الشديدين من تراخي سلطات الأمنية السودانية حيال هذه المسائل،
وأشار تحديدا إلى السلطات الأمنية بالمحافظة الشمالية للسودان، مفندا الأمر بقوله: يمكن مجابهة عصابة الإتجار بالبشر من خلال التعرف على موقع العصابة المختطفة، لأنها تجري اتصالاتها عبر هواتف عادية مع أسر الضحايا، موضحا أن الصلة وثيقة وواضحة بين هذه العصابات الإجرامية المتاجرة باللاجئين الإريتريين والسلطات الأمنية في كل من إريتريا والسودان. ويناشد على عجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك الصليب الأحمر الدولي لتحمل دورهم ومسؤوليتهم حيال الجرائم البشعة والمتكررة التي يتعرض لها اللاجئ الإريتري والمتمثلة في بيع أعضاء جسده. يذكر أن إذاعة المنتدى كانت قد أعلنت عن نبأ هروب صحفيين إريتريين من وزارة الإعلام قسم التوثيق والمستندات، وعقب تمكنهما من الإفلات عن أجهزة الأمن لنظام الطاغية وبحوزتهما مستندات هامة تم وضعها في ذاكرة إلكترونية حديثة، وأن الحكومة الإريترية عبر أجهزتها الاستخبارية الخارجية منخرطة تماما في حملة بحث مذعورة وشعواء عنهما في المناطق المجاورة. وعلى خلفية هذا الحدث قامت السلطات الأمنية باعتقال 17 فردا من عائلات وأصدقاء الصحفيين بمراكز الشرطة رقم 5 في أسمرة، وأن هؤلاء المعتقلين لم تسجل ضدهم أي تهمة اعتقال بمحضر الشرطة، فقد أبلغ مركز الشرطة من قبل جهات أمنية خاصة بضرورة وضعهم تحت الرقابة والحراسة المشددتين، والعنوان الذي منح للشرطة هو متحفظ عليهم بوصية، وهي تعني ضمن المتعارف عليه في ظل إدارة النظام القمعي أن أمرهم حساس ومتابع من جهة فوقية وهي التي تقف خلف اعتقالهم. وقد علمت إذاعة المنتدى أن أعداد المعتقلين تحت مصطلح الوصية في هذا المركز قد بلغت 56 شخصا، وتشير التقارير إلى أن السلطات كثفت من حضورها الأمني ومراقبتها اللصيقة لوزارة الإعلام الإريترية. أفادت مصادر المنتدى من ساوا فورتو بأن طالبة من المركز الوطني للتدريب المهني بساوا وجدت مقتولة في القطاع العسكري الرابع محور اللواء السادس، وذلك في 9 من فبراير الحالي. وذكرت الأنباء أن الطالبة المقتولة كانت قد انتقلت من مركز تدريبها إلى القطاع العسكري الرابع عقب تلقيها معلومة تفيد بأن عائلتها قد أرسلت إليها بعض الحاجيات، وذهبت لإحضار هاجيتها التي أرسلت إليها، وقد عثر بعض الدارسين معها على جثتها في المنطقة المحيطة، ثم نقلت على عجل إلى ما يعرف بالمعسكر الحديث. وقد علمت مصادرنا من بعض المواطنين الهاربين من سجن المعسكر الحديث أن الفتاة التي فارقت الحياة كانت ضحية اغتصاب جنسي، لكن السلطات أخبرت أسرة الضحية بأن ابنتهم توفيت نتيجة لسكتة قلبية مفاجئة، واردفوا قائلين أن السلطات اعتقلت إثر الحادث مجموعة تتوقع معرفتهم بتفاصيل الجريمة، ووجهت إليهم تهمة الشروع في الهرب وحكمتهم ب3 سنوات سجن، وذلك بهدف إخفاء السر عبر اعتقال الحقيقة التي في صدور المعتقلين. جدير بالذكر أن جرائم التعذيب والاغتصاب المرتكبة من قبل الضباط بحق الطالبات في معسكرات التدريب لا حصر لها، حيث غدت من الجرائم المسكوت عليها في إريتريا لأن الخصم هو ذاته الحكم. نهاية النشرة.
براءة نكتبها في دفتر الصمود، نطالع الرعود. هنا إريتريا، هنا تاريخنا، هنا إريتريا، هنا تاريخنا. قوافل الدماء، سواعد البناء، قوافل الدماء، سواعد البناء. يا مجدنا التليد. صوت المنتدى. الاستبداد نظرية كاملة وعقلية ماكرة وآلية كاسرة. في البدء، ما هو الاستبداد؟ الاستبداد هو الحكم بدون شرعية دستورية، أن يصبح قول وفعل الحاكم هو القانون، هو الاحتكار الفعال لمصادر القوى والسلطة في المجتمع. تتمتع فيه الحكومة غير الشرعية بالسلطة المطلقة، ويمثل ذروة الفساد لأنه اغتصب واحتكر الحق العام وانفرد به دون وجه حق. هذا التوصيف العلمي ينطبق تماما على نظام الحكم المسيطر على إريتريا. هكذا حكم هو من يسيطر على شعب ناضل لمدة 100 عام وقدم 100,000 شهيد بهدف بناء دولة العدل والحريات. كيف يستقيم ذلك؟ في البدء نشير بأن ظاهرة النظام الاستبدادي الدكتاتوري الدموي للطاغية السياسي ليس ظاهرة نشاذ في التاريخ البشري، بل هي ظاهرة تتكرر متى توفرت ظروفها وتنتهي بانعدامها. إن الخلفية التي تسرب منها هذا الداء العضال تكمن في عمق النفسية والعقلية الإريترية التي تكونت في اتجاه واحد، أي أن العدو أجنبي، وحسن الظن بأبناء الوطن، وقبول الأوامر أيا كانت درجتها ونوعها مقابل هزيمة العدو الخارجي، واعتبار طرد الأجنبي نهاية المطاف. إن أمر السلطة الدكتاتورية الاستبدادية لا يتم في غفلة من الزمن، وليس بلعنة ولا خبط عشواء ينشأ في فراغ، إنما للمسألة مرتكزات ومفاهيم وآليات. فتراث الفكر السياسي قبل قرون خلت يشير إلى مقولات ميكافيلي والقائلة بأن الإنسان في الغالب أناني مصلحي لحظة المواقف المصيرية. لهذا على الحاكم أن يتصف بالقسوة لضمان المهابة والولاء، وأن يعتمد على إخافة الناس أكثر من محبتهم، وأن يعتمد المكر والدهاء والضحك على عقول الناس وإرباكها، شريطة الادعاء بالنزاهة والبراءة، وعليه التنصل من وعوده عندما يراها تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وسيجد من تنطلي عليه الخديعة، كما عليه التظاهر بالرحمة وحفظ الوعود والإخلاص والوطنية، وأن يجعل ذلك قناعا يوميا، وأن يعمل على تسليح فئات موالية ويغطيها بالوشاح الوطني العام. ومع تزايد النفور الشعبي الوطني يكون محدات أجنبية يرتبطان مصيريا. على خلفية هكذا مفاهيم والتي ينكرها قولا ويطبقها عملا، يقيم أجهزة بمسميات مختلفة وظيفتها حماية نظامه. فمن خلال الأجهزة القمعية وأذرعها المتعددة يقوم بترويع المجتمع، وبهذا يستمد استمراره من الخوف والذعر لا من الشرعية. وبأجهزة الدعاية يقوم بالتزييف والكذب المستمر وغسيل الأدمغة وحجب الحقائق، فيضخم العناوين
معينة ويخفي أخرى. ومثقفو الزعيم يحولون الهزائم إلى انتصارات، والإخفاقات إلى مؤامرات خارجية، وأفعال الشرفاء الأحرار إلى أعمال إرهابية وعملاء الخارج، مانحين بذلك النظام الاستبدادي شرعية زائفة مقابل الترقيات والعطاءات المادية. يستخدم في هذا التخدير مؤثرات المخزون العاطفي للشعب كالشهداء والوحدة الوطنية والوطن، ملصقين كل القيم التراثية والأخلاقية بالحاكم المستبد. لتجد بعض السذج والمنتفعين يكررون عبارة أن الزعيم غير فاسد، رغم أنه يمارس قمة الفساد، وهو الفساد السياسي، فيتم تصويره بالقائد الملهم والموحد والمخلص. كل ذلك في ظل غياب تام للمراقبة والمحاسبة. وفي الاقتصاد يتعامل نظام الاستبداد للتعاقد بسرية تامة مع الشركات الغربية والشرقية، هذه الشركات التي لا يعنيها إلا ربحها، خاصة أنها تتعامل مع موارد ضخمة كالذهب المسروق مثلا من قبل عصابة تسمى حكومة دون رقيب أو محاسبة. إلى جانب ذلك ممارسة مبدأ أساسي وهو مبدأ التجهيل، فالتجهيل هو الأب الشرعي للاستبداد، وتشجيع ثقافة الخنوع والتنظير للهزيمة والعجز والتواكل وتفريغ التعليم من محتواه والادعاء عكس ذلك. فالمتتبع لتلفاز الطاغية توهم كأن كل يوم يتم تخريج دفعة جديدة من حملة العلم، فبدل طرح المشاكل التي يواجهها المجتمع من انقطاع الماء والكهرباء وتشظي الأسر والمجتمع وانعدام لقمة العيش والحريات وسلطة المجتمع المغتصبة والوطن المنتهك سيادته، نجد أن العقل يؤخذ في رحلة متاهات أمان من سراب تغني وسرد دائم لبطولات الماضي، وفي استخفاف مذل للعقول يتم خداع الناس بتقديم كبش فداء بين الفينة والأخرى عن الفساد والانتهاكات لتفريغ شحنة الغضب الشعبي في غير موضعها الأساسي، بل ينال الزعيم بهكذا مناورة الحمد والثناء وهكذا دواليك، دون أن يسأل أحد كيف يحاكم رأس الفساد فسادا أصغر هو من صنعه بالأساس. الإقصاء والتجميد والإخفاء القسري والاغتيال لكل من بدأ في استيعاب اللعبة الاستبدادية، وتجريم كل مظاهر النقد والتجمهر والتظاهر والأطر الفئوية والمدنية والرأي الآخر وعسكرة المجتمع لتسهيل إدارته بلغة الأوامر، واعتقال الشباب في خارج المدن بالمنهجية العسكرية، وكل من سئم هذه العبودية يهرب للخارج ويتنفس بذلك النظام الصعداء، لأن طرد هذه الحمم الشبابية الغاضبة خارج الحدود هي عملية التنفيس اللازمة لضمان عدم الانفجار الشعبي وخاصة قواه الشبابية. فتشريد الشباب سياسة ممنهجة ومعقدة تحظى بأولويات وتدار على أرفع المستويات على النقيض من الادعاء الظاهر. معلوم أن حقوق الأمة تحفظ بتوحدها ضد الاستبداد، لهذا يدعي المحافظة على الوحدة وفي الواقع يمارس بحرفية خبيثة التفريق بين مكونات المجتمع وفقا لمبدأ فرق تسد، فيثير الفتن بلغة مبطنة ويدير على الأرض خلخلة نسيج المجتمع والطوائف ويقرب البعض بتخويفهم من الآخر ويرشي ويغري حينا، وكل ذلك خلف ستار، لا كما يفعل بعض مدمني الفشل السياسي. يفعل كل ذلك لكنه يغالي بتطرف في التعبير عن حرصه على وحدة الشعب والوطن، لأنه يدري أن مفاتيح الهوية الإريترية تتمثل في حرصها الشديد على وحدتها ووطنها. فالطبيعي أن يكون صراع بين مناضلو دولة العدالة والديمقراطية وبين سلطة الاستبداد، لكنه للهروب من هذا يسعى لاستدراج مناوئيه للوقوع في فخ تهمة تمزيق المجتمع والوطن، ليحول الصراع في آخر جولته إذا ساعدته المعارضة ووقعت في فخ الاستدراج إلى صراع حرب أهلية، والأمثلة في ذلك كثيرة. ففي سوريا بين علويين وسنة، وفي مصر بين إسلاميين ونواة الاستبداد المتدثرة بمناهضي الإسلاميين، وقطعا المستفيد من كل ذلك نظام الطاغية. محصلة كل هذه الأساليب
تفرز المزيد من الجهل والفساد والتخلف والتراجع في كل الميادين الحضارية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وتحول المجتمع لمكونات وفرق متناحرة تراقب بعضها البعض، وتتراجع وتنهار القيم النبيلة للمجتمع. إذا كان أحد أطراف المعادلة في المشهد السياسي الإريتري هو الاستبداد ذو النظرية الكاملة والعقلية الماكرة والآليات الكاسرة، فمحل المعادلة في الطرف الثاني يصبح من نافلة القول التأكيد بأن أداء قوى المقاومة النظري والعملي له دور أساسي. فإن لم تتمكن قوى المقاومة من إدارة الصراع وفقا لشروطها، يحيلها نظام الطاغية لفزاعة يخف بها الشعب في وحدته وسلامة أراضيه وبالمجمل في مستقبله. من هنا تنبع ضرورة أن يقوم مناضلو الحرية بتفهم نظرية الاستبداد وآلياته والعمل على تفكيكها بنظرية فكرية تتبنى دولة العدل والحريات. وهنا لو تركنا بعض الاستثناء نلمس بوضوح تقارب لقوى المقاومة على ساحة النضال الفعلي المناهض للاستبداد. فالاضطهاد القاسي الذي طال شرائح المجتمع الإريتري بداخل الوطن والعمل الجاد والصادق بالخارج من تظاهرات ومقارعات في المنابر الدولية، كل ذلك بدأ يقرب الرؤى ويخلق الوحدة التي هي على الدوام نتاج مجابهة لتحد مشترك. واضح أن الاستبداد له نظريات وآليات ليست سهلة، خاصة الاستبداد الطويل والدموي. ورغم أن عملية اقتلاعه كانت وما تزال حتمية كما تشير كل تجارب الشعوب، إلا أن عملية تقصير عمره وتأمين تفكيك قنبلته يتطلب النضال المباشر الملموس والتضحية والوعي الفكري العميق لتنظيم وتوحيد دقيق لقدرات الشعب. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. سلامي اتهلك من دلا ري مقدم برينا سألت بك لمدى سألت بك لمدى سلامي اتليكا نمسحك سلامي اتليكا ماما دلاي قدمت أبري سعدت بك مودي سعدت بك نمسحك سلامي اتليكا تمسحك سلامي اتليكا ماما دلاي قدمت أبري سعدت بك مودي سعدت بك سبالة لا تمدركها مرتاح بلا لقامل ريماندي بوحديها شوية سالت وحامل سدت قبت نبريها الصدر اللي وأمعل ريم يكون وفور يد اي حق لا تتفلل تحزة لا تمريكا باريك قصة وتعادل باريك قصة من دلعي باريك قصة وتعادل أفرمك ومن دلي أفرمك لبابة تسأل أكيد وإيقلك شبابي أفرمك وشبابي أفرمك لبابة تسأل أكيد وإيقلك
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همت يحييكم ويقدم لكم حلقة اليوم، وهي بعنوان التخطيط للسكن ومكافحة التشييد العشوائي، كلام حق أريد به باطل. تنتظم البلاد منذ عدة أشهر عمليات إزالة وهدم لما تسميه الحكومة الإريترية في أسمرة مكافحة السكن العشوائي والبناء دون تراخيص. وقد طالت العملية حتى الآن كل القرى والبلدات والمدن بما فيها العاصمة أسمرة، لينتج عن ذلك ترك أعداد لا حصر لها من الأسر على قارعة الطريق. الحملة التي كونت لها لجنة عليا برئاسة اللواء أمن أبرهة كاسا وعضوية وزارة الدفاع والبيئة والمياه والإسكان ومدير عام الشرطة ومدراء الأقاليم تنفذها شكلا البلدية وفعلا جريدرات الجيش والأمن. هذا التكوين للجنة ذات الطابع الأمني والبوليسي تعكس بشكل جلي عقلية حكومة العصبة، والتي تتوقع ممانعة لتنفيذ قرارها الجائر والغير مدروس، والذي لا يأخذ في الاعتبار دائما مصالح الشعب. ما هو الهدف من هذه الحملة الشعواء والعشوائية، وما هي نتائجها؟ للإجابة على السؤال المزدوج نقول ابتداء أن حكومة العصبة في إريتريا تتعامل بقانونين فيما يخص التخطيط للإسكان وتوزيع الأراضي، وبشكل مكشوف دون أي مراعاة للإرث التاريخي لهذا الشعب ولا قوانينه المجتمعية الداخلية ولا حقوقه التاريخية. ففي أقاليم القاش وبركة وجزء كبير من الساحل وسنحيت والبحر الأحمر ودنكاليا الأرض ملك للدولة، أو لنكن أكثر دقة في التوصيف ونقول للعصبة. هذه العصبة تتصرف بها كما تشاء وتوزع الأراضي سواء للسكن أو المشاريع الزراعية أو الاستثمار لأغراض تجارية وأخرى. أيضا هذه الأرض هي مشاعة للسكن لكل الإريتريين دون استثناء، مع الأخذ طبعا بعين الاعتبار القرب والبعد للعصبة الحاكمة وأزلام النظام، مع تضييق كبير للفرص للسكان المحليين. أما في أقاليم حماسين وسرايي وكولوغزاي حيث ضيق المساحات في أن التوزيع للأهالي فقط دون غيرهم من الإريتريين. كما أن إقامة معسكرات التدريب للمعارضين لدول الجوار المختلفة تقع ضمن الأراضي التي ذكرناها في أقاليم القاش وبركة لتمنع حركة الإنسان والدواب لكونها مناطق عسكرية. أما بشأن أهداف الحملة فنقول إن إريتريا ومنذ تحريرها لم تشهد ما يسمى بتخطيط حقيقي للحياة في كل المدن والبلدات دعك من القرى، وكل ما حدث هو الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي، خاصة في الأقاليم الأكثر رخاء بالأرض والمياه. كما إن عمليات منح التراخيص للتشييد غير ميسرة للجميع كحق قانوني للمواطن، مما يضطره للجوء لعملية البناء العشوائي أو دفع مبالغ كبيرة كرشا أو الانتظار الطويل والممد للتخطيط. العملية برمتها تستهدف صغار الموظفين والعمال والفقراء ومحدودي الدخل، وقطعا ستكون لصالح الفئات المتنفذة وأثرياء الوضع الإريتري الشاذ. والملاحظ حتى الآن إنه لم يتم أي إزالة لأي فيلا من الفلل التي يمتلكها كبار الجنرالات وأزلام النظام ولا المحسوبين عليه. حتى عندما طالت هذه الحملة قرية صالوت التي ينحدر منها رئيس العصبة ومواطنه وجنراله القوي ودي فيليبوس عضو اللجنة العليا، والذي منع الإزالة حتى يتم ترتيب الوضع الداخلي في القرية التي تبعد عن أسمرة 4 كيلومترات، والتي دخلت التاريخ لأنها مسقط رئيس العصبة. ومؤكد أن الهدم قد طال أيضا منازل الفقراء والمغضوب عليهم. من المعروف أن عمليات التخطيط تترابط مباشرة بما يسمى بالتعويض المالي ومنح البدائل، أعني تخطيط الأحياء من جديد ومنح المتضررين من ذلك ماليا، وكذلك منح أراضي سكنية جديدة وفق خطة سكنية بديلة للذين خرجوا صفر اليدين، وتجهز لهم المباني
ثم تمنح لهم فترات طويلة للتسديد بعد عمليات حسابية معروفة. هذا معمول به في جميع أنحاء العالم. أما في إريتريا فالناس يتركون لمصيرهم وكأنهم يعاقبون لجرائم جنائية ارتكبوها بسبق إصرار وترصد، لأن المواطن في إريتريا سياس أفورقي دائما مشكوك فيه حتى إشعار آخر. إن سياسة قانون الأرض وما تتبعه من قوانين جائرة وقوامها الاستيلاء على الأراضي ليس بغرض المنفعة العامة كما تنص عليه القوانين الدولية المرعية، سوف يدفع كل الناس أثمان ذلك، وتدخل البلاد والعباد في نفق الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي. ذلك ما لم تتوقف العصبة من تنفيذ سياساتها الجنونية، وكذلك ما لم تتدارك القوى الإريترية المعارضة عموما وتلك المستنيرة الأمر منذ الآن، وتقوم بالبحوث والدراسات اللازمة للتصدي لها، وذلك بصنع القوانين والتشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار الموروث الثقافي والاجتماعي المرعي في بلادنا طوال عقود وعقود. نذكر هنا أن تلك الموروثات التي يسميها البعض بالبالية ويحاول القفز عليها هي التي حافظت على الكيان الإريتري طوال العقود الماضية، وهي التي منعت كل عمليات الثأر والاحتراب القبلي والقومي والإثني. ذلك الموروث هو الذي وقف سدا منيعا ضد كل محاولات التقسيم الطائفي والإثني والقبلي الذي مارسه الإمبراطور هيلا سلاسي وخلفه الدموي منغستو هيلا مريم. الحملة التي تنفذها العصبة الحاكمة عنوانها التخطيط للسكن ومكافحة التشييد العشوائي. كلام حق أريد به باطل، فلنقف جميعا ضد الباطل وننتصر الحق، وأسعد الله كل أوقاتكم. صوت المنتدى. وفيما يلي أعزائي المستمعين نمر على تقرير إخباري عن مجموعة التحقيق الدولية حول مسائل الصومال وإريتريا. حيث يذكر كل متابع بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 لعام 2009 والخاص بإريتريا يشير إلى تورط الحكومة الإريترية في دعم الإرهاب في القرن الإفريقي، مما أدى إلى زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة. ولهذا طالب مجلس الأمن في قراره منع إريتريا عن دعمها للجماعات المسلحة التي تعمل على تعكير السلام في الإقليم، وأن تتوقف عن رعايتها وتدريبها وتنظيمها وتمويلها، فضلا عن إيقاف الدعم المعنوي لها. مجموعة التحقيق الدولية في مسائل إريتريا والصومال هي فريق من المحققين يتكون من 8 أعضاء تراقب إريتريا والصومال للامتثال لعقوبات الأمم المتحدة في هذا الشأن. خلصت مجموعة التحقيق إلى أن حكومة إريتريا تدرج المجموعات المسلحة في الإقليم ضمن آليات سياساتها الخارجية الضاغطة على إثيوبيا. وتبين أن دعم حكومة إريتريا لمجموعة الشباب الإرهابية في الصومال يتسم في مسائل ذات بعد فني دقيق وهي سرية للغاية، لكنها بشكل واضح وصريح تدعم وتدرب وتسلح وتؤطر المجموعات المسلحة داخل إثيوبيا في منطقة أوغادين. وعبر هذه المجموعات تعمل حكومة إريتريا على دعم مجموعات الشباب الصومالية الإرهابية. يتطرق تقرير مجموعة التحقيق الدولية حول مسائل الصومال وإريتريا إلى الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي والمعروفة اختصارا بالدمحيد، والتي تسخر لها الحكومة الإريترية إمكانات ضخمة ماديا وأسلحة وخبرات وكل ما تحتاجه من أوجه الدعم. فضلا عن ذلك يوضح التقرير أن دعم حكومة إريتريا يتجه نحو المجموعات الثلاث: حركة الشباب، حركة أوغادين، وحركة الدمحيد. حدد التقرير بأن الخبير الإريتري العقيد فتسوم إسحاق والملقب بلينين أنه المشرف على هذه المجموعات المسلحة في وزارة الدفاع الإريترية، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير هو من يقف على رأس هذه المهام التي تعكر السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأورد التقرير كذلك أسماء ضباط إريتريين آخرين منخرطين في مسائل زعزعة السلام في المنطقة، وذكر على وجه الخصوص اسمي العقيد موسى والعقيد حجوز، فهما يتابعان المجموعات المسلحة المتواجدة في الأراضي الصومالية. وهؤلاء الضباط يقدمون تقاريرهم مباشرة للعقيد تسفل الدت هابت سلاسي، رئيس قسم متابعة المجموعات المسلحة خارج الحدود في مكتب الرئيس أفرقي. يوضح التقرير كذلك بأن مجموعة التحقيق الدولية قد التقت كل من مستشاري الرئيس الإريتري ماني كبريآب وممثل إريتريا في الأمم المتحدة على هامش العديد من المؤتمرات في القاهرة ونيروبي خلال العام المنصرم، وتقدمت إليهم بجملة من الأسئلة والاستفسارات، إلا أنهم تجاهلوا الأسئلة التي قدمتها مجموعة التحقيق الدولية. وفي الربع الأخير من العام الماضي عام 2014 تقدمت الحكومة الإريترية كتابيا بما اعتبرته ردا على تلك الأسئلة، متهمة الحكومة الإثيوبية بتدريب وتسليح المعارضة الإريترية، ولم تتطرق حكومة أسمرة في ردها على الاستفسارات التي قدمت إليها. علاوة على ذلك يشير التقرير إلى أن الحكومة الإريترية تجري في هذه الآونة علاقات سرية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية تعرض فيها مساعيها لقبول حكومة الصومال لبعض القيادات التي كانت في حركة الشباب الصومالية. أما عن آخر حراك للحكومة الإريترية في ارتباطها بحركة أوغادين، أفاد التقرير أن الحكومة الإريترية توقفت عن هذا الدعم بين عامي 2011 و2012 أثناء مفاوضات السلام بين حركة أوغادين والحكومة الإثيوبية، ثم عادت مجددا لدعمها بعد أن حولت حركة أوغادين معسكرها المركزي إلى مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالي. وفي هذا الصدد مجموعة التحقيق الدولية بمسائل الصومال وإريتريا تحصلت على معلومات من بعض قيادات الصومالية التي شاركت في مؤتمر عقد في إريتريا بضواحي أسمرة لحركة أوغادين في أكتوبر عام 2013. أشرف على هذا المؤتمر كبار مسؤولي الحكومة الإريترية، السيد يماني كبرآب مستشار الرئيس، والسيد أبرها كاسا مسؤول الأمن الوطني، والعقيد نكاش عضو استخبارات النظام الإريتري بالإقليم، وبالتشاور مع رئيس حركة أوغادين السيد عبد الرحمن محمد عثمان. ظلت الحكومة الإريترية تقدم دعمها المالي الكبير لجبهة الأوغادين في حسابها بدبي، ويتابع هذا الحساب وينقل هذه المبالغ للحركة نائب رئيس الحركة المتواجد في أستراليا السيد عبد الشكور محمد نور. دعم حكومة أسمرة للحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي دمحيت. هنا يؤكد تقرير مجموعة التحقيق الدولية الأخير في مسائل الصومال وإريتريا من خلال شهود عيان أن الحكومة الإريترية وبوتيرة متزايدة مستمرة في دعمها للحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة بدمحيت، وأكدت أن هذا الدعم يشمل كافة الاحتياجات، وهذا ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1905 لعام 2009 الفقرة 15,000 المطالبة بضرورة توقف حكومة أسمرة عن دعم المجموعات المسلحة في الإقليم. يذكر أن مجموعة التحقيق الدولية كانت قد أشارت في تقريرها عام 2012 إلى أن الحكومة الإريترية تقوم بتدريب قوات الدمحيت في معسكر كبير بجزيرة حرينة، وتقيم لهم كذلك معسكرات صغيرة على مناطق الحدود بين البلدين. جاء التقرير الحالي أيضا مؤكدا على استمرار الحكومة الإريترية حتى لحظة صدور هذا التقرير في تدريب وتسليح الدمحيت بجزيرة حرينة. كما أشار تقرير مجموعة التحقيق الدولية إلى أن أشرطة الفيديو التي تنشرها حركة تيغراي توضح فيها بأنها ستواصل نضالها المسلح ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، لكن على الصعيد الواقع لم تحصل مجموعة التحقيق على دليل قاطع يؤكد حدوث صدامات عسكرية بين هذه الحركة وبين قوات الحكومة الإثيوبية. ومع هذا أوضح التقرير أن أحد قادة الدمحيت قد شرح لأحد أفراد المنظمات الإنسانية أن قواتهم قامت بهجمات على القوات الإثيوبية بضواحي بني شنغول في إقليم الأمهرة. كذلك حصلت مجموعة التحقيق على معلومة من قائد إريتريا عسكري سابق برتبة اللواء بأن قوات الدمحيت قامت بهجمات كثيرة نهاية عام 2013، فضلا عن ذلك أنها لعبت دورا حاسما في إفشال عملية 21 من يناير عام 2013، تلك العملية التي قامت بها وحدات من قوات الدفاع الإريترية. وأشار التقرير كذلك إلى العلاقة الوطيدة بين وزارة الدفاع في الحكومة الإريترية وكبار مسؤولي الدمحيت،
وأفصحت عن معلومات حصلت عليها من جهات محايدة أن قوات دمحية التجراوية تعمل على الصعيدين، فمن جهة لها اليد العليا في المقاومة الإثيوبية المسلحة، ومن جهة أخرى تحمي نظام إسياس أفورقي. كما علمت مجموعة التحقيق الدولية بأن الدمحية تتكون من مجموعة عرقية هي ذات الأصول الهوياتية للرئيس الإريتري، لهذا العلاقة بينه وبين الرئيس أكثر التصاقا من علاقة الرئيس بقوات الدفاع الإريترية، وتتوضد هذه العلاقة بصورة أكثر عقب حركة 21 من يناير التي قام بها بعض أفراد قوات الدفاع الإريترية. هذا ويقدر التقرير قوات دمحية ب10,000 وربما أكثر رعتهم الحكومة الإريترية بتدريب وتسليح خاصين يفوق تسليح قوات الدفاع الإريترية. هذه بعض اللمحات عن التقرير المطول لمجموعة التحقيق في مسائل الصومال وإريتريا، وهي مجموعة محققين وخبراء في القانون الدولي. الهدف من هذه المجموعة التحقق من أن كل من حكومتي الصومال وإريتريا التزمتا وتوقفتا عن دعمهما للجماعات المسلحة التي تدمر عوامل السلام والاستقرار في القرن الإفريقي، والتحقق بأن حكومة إريتريا قد توقفت تماما عن هذه الأعمال. الأمر لا يعد أكثر من ذلك، والحكومة الإريترية تسعى لجعله مشجب شماعة تعلق عليها كل سياساتها الفاشلة. على الشعب الإريتري الاعتماد اليوم كما الأمس على نضالته الخاصة بدرجة أساسية، وهي الرافعة الحقيقية والحامية الفعلية لمصالحه. المجتمع الدولي لا يعير مسائل حقوق الإنسان أهمية تذكر إلا إذا تعرضت مصالحه المباشرة لخطر حقيقي، أما غير ذلك ففي الأمر وجهة نظر. تظل مصطلحات المد والجذر توزع ارتفاعا وانخفاضا مراعاة لحفظ ماء وجههم، وتبقى الشعوب تعاني من غير نصير فعلي. هذا ما يدلل عليه الواقع الإنساني المزري للشعب الإريتري جراء سياسات النظام الاستبدادي الحاكم في بلادنا، وكذلك العديد من الأمثلة في سوريا وغيرها. نعم، هذا ما خبرناه كشعب إريتري ماضيا وحاضرا، فلولا ذلك التجاهل من المنظومة الدولية ما كان نظام إسياس أفورقي الذي فاقت ديكتاتوريته وجرائمه كل حد أن يبقى، بل ويزديد من انتهاكاته لحق الإنسان في بلدنا. أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي نراه وقد اختطف شعبا بعيدا عن المؤسسات الداخلية والخارجية وبعيدا عن الإعلام، في فعل يتطابق تماما وأفعال أي عصابة موغلة في الإجرام. والعالم رغم ذلك لا يتحرك قياسا لحجم الجرم المرتكب. المجتمع الدولي أولوياته الحقيقية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، حماية مصالحه، وهذا من حقه، ولا يكترث بذات القدر لآلام شعب تنفرد به عصابة إرهابية عزلته عن العالم.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مفوضية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إريتريا تبدأ رحلة عمل في إثيوبيا وجيبوتي منذ 16 من فبراير الحالي. استمرار عصابات الرشيدة في عمليات الإتجار باللاجئين الإريتريين. السلطات الأمنية تعتقل 17 فردا من أقارب وأصدقاء الصحفيين المنشقين عن نظام أسمرا. ومقتل الطالبة بالمركز الوطني للتدريب المهني في ساوا. تفاصيل الأخبار. أوضح الموقع الرسمي لمفوضية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إريتريا بأن المفوضية تواصل منذ 16 وحتى 27 من فبراير الجاري برامج عقد لقاءات وأخذ شهادات من اللاجئين الإريتريين في كل من جيبوتي وإثيوبيا في إطار تحرياتها حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل إريتريا. وتعد هذه الزيارة استمرارا لزيارة عمل قامت بها المفوضية الدولية في مناطق تواجد اللاجئين الإريتريين بكثرة، حيث زارت كل من إيطاليا وسويسرا وبريطانيا مسجلة شهادات اللاجئين الإريتريين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا. يذكر أن المفوضية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمهام التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا كونت في يونيو من عام 2014 وتضم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإريتريا السيدة شيلا كيثاروس وعضوية 3 خبراء في القانون الإنساني وحقوق الإنسان. وستقدم هذه المفوضية تقريرها حول حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو من عام 2015 إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم سيقدم التقرير في شكله النهائي في سبتمبر عام 2015 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن الحكومة الإريترية لم تستجب لطلبات هذه المفوضية في زيارة إريتريا، ويتوقع المراقبون أن عملية كشف وتعرية انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا تدفع المجتمع الدولي لبحث حلول للحد من حالة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في إريتريا. أكدت مصادر إذاعة المنتدى من مدينة تسناي أن بعض الإريتريين فروا هاربين من قهر وتعسف النظام الحاكم في إريتريا وهم في طريقهم إلى السودان بهدف اللجوء وتسجيل أسمائهم في معسكر اللاجئين بوادي شريفي. قد اعترضتهم عصابات الرشايدة المنخرطة ومنذ فترة في الإتجار باللاجئين الإريتريين واقتادتهم عنوة إلى مدينة حلفا القديمة بالمحافظة الشمالية للسودان، وذلك يوم الخميس 12 من فبراير الجاري. وعلمت مصادر المنتدى أن عصابات الرشايدة طلبت من كل فرد دفع مبلغ 10,000 دولار أمريكي أو 600,000 نقفة مقابل إطلاق سراحه. وإلى حين إحضار هذا المبلغ المالي تعذبهم نفسيا وجسديا وتذيقهم صنوفا من أبشع وسائل الأذى الجسدي وإذلال الكرامة الإنسانية. وقد علمت مصادر المنتدى أن من بين ضحايا عصابات الإتجار بالبشر السيد إسحاق تسفلدت الذي كان مختطفا لمدة 12 عاما من قبل العصابة الحاكمة في إريتريا وأطلق سراحه في مطلع هذا العام 2015. وفور إطلاق سراحه هيأ نفسه للخروج من إريتريا التي تحولت في ظل الحكومة الديكتاتورية إلى سجن كبير للمواطنين، إلا أنه وجد نفسه قد هرب من عصابة النظام ليقع في أيدي عصابات رشيدة. هذا وتشير مصادرنا من خلال الاتصال مع شقيق إسحاق تسفلدت في الخرطوم أن الوضع النفسي والصحي للمختطفين حرج للغاية، وذلك جراء التعذيب والتهديد والوعيد الذي يقع عليهم من العصابات الإجرامية،
خاصة وأنها قد هددتهم ببيع أعضائهم الجسدية إذ لم يتمكنوا من إحضار المبالغ التي طلبوها ودفعها في أقرب وقت. وعبر كذلك شقيق المختطف إسحاق تسفلدات لمصادر المنتدى عن قلقه حيال مصير أخيه، فالمبلغ الذي طالبت به العصابة الإجرامية يفوق قدراته وقدرات أسرته وأقاربه، كما أعرب عن دهشته وامتعاضه الشديدين من تراخي السلطات الأمنية السودانية حيال هذه المسائل، وأشار تحديدا إلى السلطات الأمنية بالمحافظة الشمالية للسودان، مفندا الأمر بقوله: يمكن مجابهة عصابة الإتجار بالبشر من خلال التعرف على موقع العصابة المختطفة لأنها تجري اتصالاتها عبر هواتف عادية مع أسر الضحايا، موضحا أن الصلة وثيقة وواضحة بين هذه العصابات الإجرامية المتاجرة باللاجئين الإريتريين والسلطات الأمنية في كل من إريتريا والسودان، ويناشد على عجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك الصليب الأحمر الدولي لتحمل دورهم ومسؤوليتهم حيال الجرائم البشعة والمتكررة التي يتعرض لها اللاجئ الإريتري والمتمثلة في بيع أعضاء جسده. يذكر أن إذاعة المنتدى كانت قد أعلنت عن نبأ هروب صحفيين إريتريين من وزارة الإعلام قسم التوثيق والمستندات، وعقب تمكنهما من الإفلات عن أجهزة الأمن لنظام الطاغية وبحوزتهما مستندات هامة تم وضعها في ذاكرة إلكترونية حديثة، وأن الحكومة الإريترية عبر أجهزتها الاستخبارية الخارجية منخرطة تماما في حملة بحث مذعورة وشعواء عنهما في المناطق المجاورة. وعلى خلفية هذا الحدث قامت السلطات الأمنية باعتقال 17 فردا من عائلات وأصدقاء الصحفيين بمراكز الشرطة رقم 5 في أسمرة، وأن هؤلاء المعتقلين لم تسجل ضدهم أي تهمة اعتقال بمحضر الشرطة، فقد أبلغ مركز الشرطة من قبل جهات أمنية خاصة بضرورة وضعهم تحت الرقابة والحراسة المشددتين، والعنوان الذي منح للشرطة هو متحفظ عليهم بوصية، وهي تعني ضمن المتعارف عليه في ظل إدارة النظام القمعي أن أمرهم حساس ومتابع من جهة فوقية وهي التي تقف خلف اعتقالهم. وقد علمت إذاعة المنتدى أن أعداد المعتقلين تحت مصطلح الوصية في هذا المركز قد بلغت 56 شخصا، وتشير التقارير إلى أن السلطات كثفت من حضورها الأمني ومراقبتها اللصيقة لوزارة الإعلام الإريترية. أفادت مصادر المنتدى من ساوا فورتو بأن طالبة من المركز الوطني للتدريب المهني بساوا وجدت مقتولة في القطاع العسكري الرابع محور اللواء السادس، وذلك في 9 من فبراير الحالي. وذكرت الأنباء أن الطالبة المقتولة كانت قد انتقلت من مركز تدريبها إلى القطاع العسكري الرابع عقب تلقيها معلومة تفيد بأن عائلتها قد أرسلت إليها بعض الحاجيات، وذهبت لإحضار هاجيتها التي أرسلت إليها، وقد عثر بعض الدارسين معها على جثتها في المنطقة المحيطة، ثم نقلت على عجل إلى ما يعرف بالمعسكر الحديث. وقد علمت مصادرنا من بعض المواطنين الهاربين من سجن المعسكر الحديث أن الفتاة التي فارقت الحياة كانت ضحية اغتصاب جنسي، لكن السلطات أخبرت أسرة الضحية بأن ابنتهم توفيت نتيجة لسكتة قلبية مفاجئة، واردفوا قائلين أن السلطات اعتقلت إثر الحادث مجموعة تتوقع معرفتهم بتفاصيل الجريمة، ووجهت إليهم تهمة الشروع في الهرب وحكمتهم ب3 سنوات سجن، وذلك بهدف إخفاء السر عبر اعتقال الحقيقة التي في صدور المعتقلين. جدير بالذكر أن جرائم التعذيب والاغتصاب المرتكبة من قبل الضباط بحق الطالبات في معسكرات التدريب لا حصر لها، حيث غدت من الجرائم المسكوت عليها في إريتريا لأن الخصم هو ذاته الحكم. نهاية النشرة. صوت المنتدى. وفي ختام ساعة هذا المساء مستمعي الكرام، أشكر لكم دوما حسن متابعتكم لنا. نتمنى أن نلقاكم الأسبوع القادم على خير وسلام، وإلى اللقاء.